ممكن تستغرب لو قلتلك إن البقر ليه صحاب زي البشر بالظبط. باشا، في دراسات اتعملت على سلوك الأبقار، واكتشفوا إن البقرة ما بتعيش بشكل عشوائي جوه القطيع. بالعكس، هي بتكون علاقة مميزة مع بقرة أو اتنين بس، وبتفضل تقضي معاهم أغلب وقتها. العلماء قاسوا دقات قلب الأبقار ولاحظوا حاجة غريبة جدا. لما البقرة تبقى جنب صاحبتها المفضلة، دقات قلبها بتهدى ومستوى التوتر عندها بينزل بشكل واضح. لكن لو بعدت عنها، دقات القلب بتعلى والقلق يزيد، بالظبط زي أي إنسان يبعد عن أقرب صديق ليه. يعني حتى البقر عنده مفهوم الصداقة، مش بس عشان الأكل أو القطيع، لكن في روابط حقيقية بتخليهم مرتاحين أكتر وهم مع بعض. الموضوع ده بيأكد إن الحيوانات عندها مشاعر اجتماعية أعمق مما إحنا متخيلين. يعني يا جماعة، لو البقر ليهم صحاب وبيرتاحوا معاهم، يبقى إحنا أولى نحافظ على صحابنا ونقدرهم. ولو حابب تعرف معلومات غريبة زي دي كل يوم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب لنا تعليق تقول فيه إيه أكتر معلومة عجبتك. وكان معاكو معلومة على السبورة.